وصفتنا النهاردة مش هتستغني عنها في أي حلويات هتعمليها على سفرتك في رمضان. هتشرفك قدام ضيوفك وكمان هتعتمديها في كل وصفاتك. هنعمل النهاردة مع بعض الفستق الحلبي أو الفستق الكذاب بشوية فول سوداني عندك وشوية لون طعام. هتزيني كل حلوياتك. في البداية أنا شيماء عادل، ولو أول مرة ليكوا في قناتي أتمنى ما تنسوش تفعيل زر الجرس وكمان اضغطوا لايك علشان الكل يستفاد. معايا هنا كوباية من الفول السوداني، مش لازم يكون محمص خالص، ولون طعام اخضر موجود عند اي عطار. بنجيب ازازة لون الطعام، بنحط الاول في بولة عندك، حط ربع كوباية مية وعليها معلقة كبيرة من اللون الاخضر. بنبدأ الاول بمعلقة وبعد كده بننزل فيهم بالفول السوداني ونبدأ نقلب تقليب كويس قوي لحد ما الفول السوداني يشرب معايا من اللون. ما تقلقيش من الخطوه دي خالص. لو لقيت الفول السوداني لسه فاتح معاكي زودي معلقه لون طعام كمان، وخدي بالك ان اللون الاخضر ده بيطبع في الايد كده، ولو وقع على اي حاجه هيخلي لونها اخضر، فتعاملي معاه بحذر خالص. بصي هنا الميه انا حطيت حوالي معلقتين ونص من اللون الاخضر على كميه الفول السوداني دي، وقلبتها ما اخدتش في ايدي حوالي 3 4 دقايق كده تقليب. وبعد كده هبدأ اصفيها من الميه كويس قوي علشان هدخله الفرن. ممكن طبعا تنشفيه وتحمصيه في صينية فوق على النار بتاع البوتاجاز من فوق، وممكن تدخليها كمان الفرن. انا حطيتها هنا في صينية وهدخلها الفرن. ما بتاخدش حوالي 10 دقايق بس تنشف معايا واللون بتاعها يثبت. بصوا هنا بعد ما كملتش 10 دقايق في الفرن يدوبك كده النار بتاع الفرن خلت اللون يثبت على السوداني. بصوا هنا بفركها في ايدي كده، ما بتطلعش اي لون خالص. كده اول خطوه عملناها في السوداني، وكده ضمننا ان اللون ثابت عليه. بعد كده افضيه في طبق واسع شويه واسيبه ينشف. اهم حاجه قبل ما اضربه في الكبه بتاعتي اتاكد ان هو نشف كويس قوي وبرد خالص، ما اضربوش وهو سخن ابدا. وابدا احطه في الكبه بتاعتي في الجزء بتاع التوابل ده. بيفرمه وبيطلعه حلو جدا. وناخد بالنا ما نفرموش زياده عن اللزوم، يعني حوالي ضغطتين 3 كده بس علشان ما يتحولش الزبده معانا. وهنا طلعته بقى بعد ما اتفرم، طبعا ما بياخدش ثانيتين معاكي وبيطلع زي ما انت شايفه كده. وصفه ما اخدتش في ايدك بالظبط 10 دقايق. هتعملي كميه تخزنيها عندك تفضل عندك طول شهر رمضان، تزيني بيها كل الحلويات بتاعتك. بعد ما بخلص الخطوة دي بحطها في برطمان عندي وبستعملها دايما، وأول ما بتخلص لازم أعمل كمية تانية علشان نزين بيها حلوياتي. جربي الوصفة دي. هي طعمها طعم السوداني بس شكلها وريحتها لا حلوة جدا جدا، وكمان السوداني بيدي طعم حلو قوي قوي. الفستق دلوقتي غالي جدا، يعني هنا موفرين كتير، وكمان هتدي شكل حلو قوي لحلوياتك. جربيها ولو عجبتك ما تنسيليش باللايك وكومنت حلو زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.